السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة أولى ثانوي، أخباركم يا أولاد؟ إن شاء الله بخير يا رب، دايما في أحسن حال، وأمورك يا دكتور تبقى ماشية فل الفل. طب حبايب قلبي، هنبتدي نكمل الحل الهوم ورك بتاعنا. كنا وصلنا طبعا لحد ليسون 8. إن شاء الله النهارده نحل مع بعض ليسون 9. طيب تعالى كده، الدرس ده كان بيتكلم على الإفكت اوف الوتر بريشر على الأورجانيزمز، الأكواتيك أورجانيزمز، وعرفنا بفضل الله، وقلت لك إن ده من أبسط وأسهل الدروس عندك في المنهج. خلاص. لو كنت بقى بتشوفنا من على اليوتيوب، ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تتابع الكونتنت الخاص بي. يلا يا بطل نقول بسم الله ونبدا واحده واحده كده. بسم الله. السؤال الاول بيقول لك الاوبزيت فيجر بيريبريزنت تو موفابل بيستنز. ده مكبس وده مكبس. موفابل عنده القابليه للحركه، يعني بيطلع وينزل. فالبيستن ام enclosing an amount of liquid. هي دي كلمه السر. دي ايه؟ ميه. طب هي الميه يا جماعه، لو انا معايا بيستن وجيت احركه هل بتضغط؟ لا طبعا. طب والبستن ان انكلوزنج ان اماونت اوف ايه؟ اوف جاز. اذا كده هو بيقارن ما بين الفلويدز من ناحيه الميه والايه؟ والجاز، مين يتضغط مين لا، مين كومبريسبل ومين مش كومبريسبل. خلاص. طيب هو مالها معلقه كده ليه؟ مشكله، احنا عايزين نلون الحته دي بس. حلوه. So when putting a mass of 5 كيلو on each of the two pistons، هنحط هنا 5 كيلو، هنا 5 كيلو. خلاص. which piston will move downward؟ مين اللي هينزل لتحت يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر بص، الليكويد غير قابل للايه؟ غير قابل للانضغاط. انما الجاز كومبريسبل عادي جدا، اذا الان يتضغط. فبيقول لي الان بس، اقول له غلط عشان انت بتقول لي هي ايه؟ هيموف داون وورد، ده مش هيتحرك. انما الان فعلا هو اللي هي ايه؟ هيبقى داون وورد بس. يبقى ده مستبعد، ده مستبعد، عشان البوست دازنت موف غلط والبوست مش هيتحركوا اصلا. طب اللي بعده، يعني فكره ان الاثنين يتحركوا غلط بقى. Any point inside a liquid is affected by a pressure that equal ايه؟ بص اهي، ادي دي نقطه جوه ليكويد، حصل بتتاثر ببريشر. البريشر ده عباره عن ايه؟ عباره عن الويت بتاع كولوم الميه. فقال لك نقط وفي ذا ليكويد كولوم اهو اباف الايه؟ اليونت اريا. اقول له الويت طبعا، لا الدنستي ولا الفوليوم ولا الماس. امال يا مستر هو وزن عمود الميه اللي فوق مين؟ ايا كان بقى النقطه اللي احنا بنتكلم عليها. خلاص. حتى لو نقطه ميه فهي شايله فوقيها كل الميه اللي فوق. طب مين من الفولوينج doesn't represent الميجرنج يونت اوف البريشر؟ طب ما هي ايه الميجرنج يونت بتاعت البريشر؟ نيوتن بير متر سكوير، صح. عشان احنا رحنا قلنا ان البريشر ايكوال الاف اوفر الاي، صح. مش دي تعتبر الويت اللي احنا بنقول عليها الفورس على مين يا دكتور؟ على الايه اللي هي السيرفيس اريا. فده الفورس بالنيوتن، والسيرفيس اريا بالمتر ايه؟ بالمتر سكوير، يبقى نيوتن بالمتر سكوير. طب ما هو الاي تي ام والبار برضه ميجرنج يونت الايه؟ البريشر. فبرضه ده مستبعد، ده مستبعد عشان هو بيقول لي دازنت. انما الجول صح، لان الجول ميجرنج يونت الانرجي، انرجي طاقه، ملهاش علاقه بالبريشر. والباسكال مظبوط طبعا، ما احنا قلنا نيوتن بالمتر سكوير ايكويفالنت لمين؟ للباسكال. خلاص. طيب يلا اللي بعده. قال لي الاوبوزيت فيجر بيريبريزنت ا بيبل سسبندد تو ا ستيرنج اند سبميرج اندر ا ليكويد سيرفيس. يعني عندي حته حصى طوبه كده معلقينها بستيرنج بحبل ومنزلينها في الميه. جميل جميل. Which of the following action will cause an increase in the pressure of the pebble؟ مين يزود الضغط عليها؟ بص يا عزيزي، انا قلت لك يا دكتور ان البريشر يا ولاد ليه تو رولز. انما بريشر لاي اوبجكت في ميه او في بوينت انسايد ووتر قلت لك كده ايكوال رو جي اتش. ما هي الرو؟ الدينستي. فاذا السبستانس او الليكويد ثابت، هو ليه دينستي ثابته. طب والجي دي الاكسلريشن جرافيتي، دي برضه فيكسد فاليو. اذا بص، البريشر يتاثر بالايه؟ بالهايت. اتش دي اللي هي الهايت، يبقى يتاثر بيها مستر بالهايت. وبناء عليه لو انا زودت الهايت يعني نزلتها تحت شويه، البريشر يزيد عليها. فهو بيقول لي بقى مين اللي هيكوز ايه؟ انكريز للبريشر على البيبل. فاقول له تعالى هعمل لها بوليشنج للسيرفيس بتاع البيبل. ملوش علاقه خالص، ده جزء تلميع وديكور ونظافه وحاجه حلوه، بس مالهاش علاقه بالمنهج. طب هنعمل ريزنج للبيبل سلايتلي ابورد. ما انا لو رفعتها فوق فانا قللت الهايت، فانا بقلل البريشر الواقع عليها. حتى بالعقل الويت بتاع الكولوم قل، فبرضه غلط. طب دروبنج البيبل ان البوتوم اوف البيكر، جميله قوي دي فعلا. اعمل له دروبنج وقعه في البوتوم، صح. يبقى كده الهايت زاد اهو، زودت الهايت يزيد الايه؟ يزيد البريشر.
طب submerging البيبل to the same depths in a liquid of lower density، ما هو بص، لو انا عملت submerging للبيبل ده في نفس الدبس بالظبط بس في lower density، ما هو طالما lower density يا حبيب قلبي يبقى البريشر الواقع عليه قليل. بص بص بص، ادي الدنستي قلت، يحصل ايه للبريشر؟ يقل. وهو في السؤال بيقول لي يزود البريشر، فما ينفعش. خلاص، ما ينفعش. لو قال لي نفس الليكويد ويز هاي دينستي كنت هقول له صح، وانت عليت الدينستي يبقى كده البريشر يعلى، يبقى هي مظبوط. حتى لو عندي نفس الدبس بالظبط، نفس الدبس دي يا اولاد، دبس يعني نفس الاتش بالظبط، يعني الاتش دي ثابته. فهمتني؟ طيب عظيم جدا. تعالى يلا مع بعض كده يا دكتور نبص على افكار السؤال اللي بعده ونشوف فكرته. بيقول لي الاوبوزيت فيجر بيوضح 3 points A B C، ادي 3 نقط فعلا. in a glass tank contains amount من الووتر which exposed to الاتموسفيريك بريشر، يبقى هم متعرضين للاتموسفيريك بريشر من الفتحه دي. فبيقول لي so the correct order of the pressure values at the same points is A. فتعالى كده ندرس ونبص واحده واحده. اولا النقطه دي فوق خالص، النقطتين دول قد بعض تحت في نفس الدبس قد بعض، والاثنين متاثرين فوقيهم الاتموسفيريك اريا، الاتموسفيريك اريا ضاغط عليهم كلهم. وبناء عليه البريشر عند البي قد السي بالظبط، فانا بدور ان البي قد السي، البي قد الايه؟ قد السي، البي قد السي، فده مستبعد ده مستبعد، ده كده بسم الله. طب الحاجه الثانيه، بريشر ايه بقى اكبر ولا اقل؟ لا، هو بريشر ايه اقل منهم عشان هو فوق، لان احنا قلنا كل ما بننزل لتحت البريشر بيعلى. انزل تحت البريشر بايه؟ بيعلى. كل 10 متر تحت البريشر بيزيد 1 اي تي ام. اذا يبقى انا عايز البي ايه اكبر حاجه، بالعكس انا عايزها اصغر حاجه، يبقى دي كده دي هي الرايت ايه؟ هي الرايت. عظيم جدا. يلا يا عزيزي بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف سؤالنا اللي بعده. 3 metals slides x و y و z with area A و2A و2A، يعني ده اقل اريا اصغر اريا. واحنا لسه قايلين من شويه يا دكتور احنا عارفين ان البريشر بيساوي ايكوال اف ايه؟ اف اوفر الاي. فالاف ده هو البريشرنج ايه؟ ده البريشرنج فورس او البريسنج فورس، وده السيرفيس اريا. فهو بيقول لك ايه بقى؟ are placed in a liquid with density rho عند دبس h و h 1.5 h بالترتيب بقى respectively. The correct arrangement of the 3 slides in terms of the force acting on them as a result of الايه؟ الفلويد بريشر. بص هو عايز يرتب دي، جميل جميل. فانا محتاج اعمل ايه؟ انا عشان اعرف اجيب لهم الترتيب ده، فانا عايز اعرف البي لكل واحده والسيرفيس اريا لكل واحده. طب ما هو السيرفيس اريا اداها لنا، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح، ادانا السيرفيس اريا. وقال لك ال3 سلايد بليز ان ليكويد ويز رو دينستي. فالرو بقى بص بص، انت عندك البريشر ايكوال ايه؟ هتقول لي مستر رو جي اتش. حصل؟ قول لي حصل. الرو ليهم واحده فانا هشيلها اكنها مش موجوده، هنعتبرها ب1. والجي دي يا دكتور مالها؟ الجرافيتي اكسلريشن برضه كونستانت ليهم كلهم. اذا بص البريشر يتوقف على الاتش، خلصت. يعني انا هشيل البريشر ده واحط اتش، يعني انا هضرب الاتش في الايه هيطلع رقم، اكبر رقم هيطلع هو ده اللي هو ايه، او هو عايز بقى الترتيب بتاعهم ارتبهم. طب ما الايه هنا هنفرضها ب1 والاتش هنا هنفرضها ب1، فهنقول 1 ملتبلاي 1 فيطلع بكام؟ يطلع ب1. اذا هنا الرقم 1. طب الواي هبتدي اشوف 2 ايه. طب والاتش اتش واحده، 2 ملتبلاي 1 ب2 يبقى هنا ب2. يبقى اذا ايه؟ الاكس اقل من الواي. طب هنا بقى بص 1.5 ملتبلاي 2 اكيد ده اكبر رقم فيهم. فهمت اللعبه؟ وضحت؟ فده اللي هو بكام؟ ب 3. يبقى حضرتك عندك 1 2 3. وهو بيقول لك ايه بقى؟ انا عايز مين؟ انا عايز الفورس اكتنج عليه. طب ما هي الفورس اكتنج عليهم بتساوي الايه بقى؟ البي في الايه، واحنا قلنا البي ايكوال مين؟ ايكوال الاتش، يبقى اتش في ايه. لما ضربناهم بالترتيب زي ما طلعوا، طلع ان فعلا الاكس اقل من الواي اقل من الزد، زد اكبر واحد، زد اكبر واحد. بعد كده الايه؟ الواي زد ايكوال غلط، زد ايكوال غلط، زد اكبر وواي وده قد بعض لا، يبقى هي دي كده الرايت تشويس. بس كده، هو ده فكره الايه؟ فكره السؤال. طيب يلا سؤالنا اللي بعده بيقول لك ايه يا عزيزي؟ 1.013 باسكال، باسكال ايكوال قد ايه؟ اي تي ام. طب مش احنا قلنا ان الاي تي ام ده يا دكتور هو ايكوفالنت للبار؟ هتقول لي ايوه. هنقول بمنتهى البساطه احنا عارفين ان 1 اي تي ام او حتى 1 بار دي ايكوفالنت
1.013 تايمز 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير او باسكال. الاثنين حاجه واحده. جميل جميل قوي. فدي العلاقه العامه، ده الفيكسد، ده النورمال، ده الطبيعي. هو بيسالني عن ايه؟ ركز بقى، نشيل بقى البار ده خالص. بيقول لي 1.013 باسكال. هاجي تحت باسكال اقول له 1.013 ايكوفالنت قد ايه هنا؟ اي تي ام، واعمل كروس مالتبلاي. فهضرب 1 مالتبلاي 1.013 اوفر الرقم اللي فوق، هيطلع لك بكام؟ طبعا ده هيروح مع ده وده هيبقى تحت، هيبقى 10 باور نيجاتيف ايه؟ 10 باور نيجاتيف 5. اذا يبقى هي دي كده الرايت تشويس. دي بقى خد بالك، هي دي القاعده العامه واللعبه العامه اللي احنا بنشتغل. فبيقول لي if you know that ان البريشر at a point inside a liquid is قد كده نيوتن بير متر سكوير then it's equivalent لقد ايه اي تي ام. اقول له والله بص اهو لسه نفس العلاقه بالظبط اهي اللي فوق. عشان عارف ان كل 1 اي تي ام فيه قد كده نيوتن بير متر سكوير. انا هاخد الرقم نيوتن بير متر سكوير اللي انت جبته لي اهو، اشتغلها هنا حتى اهو. كل 1 اي تي ام في 1.013 تايمز 10 باور 5 نيوتن بير متر سكوير. لو انا معايا 2 ملتبلاي 10 باور 5 يبقى في كام اي تي ام؟ نقول 1 ملتبلاي الرقم ده اوفر الكلام ده، يبقى 1 ملتبلاي 2 ملتبلاي 10 باور 5 اوفر 1.013 ملتبلاي 10 باور 5 ودي ايكوال. طلع لي كام يا مستر؟ 1.8974. يبقى هي دي كده الرايت تشويس. طيب يلا اللي بعده. وين ان السلمون فيش مايجريتس فروم الاوشن للريفر. خلاص البريشر اون اتس بادي في جسمه at the same depths بيحصل له ايه؟ مش هو رايح من الاوشن رايح للريفر؟ هتقول لي اه. طب وبناء عليه انا عايز اعرف البريشر اللي على جسمه. ما هو كان في هاي بريشر عشان الدبس عالي قوي والسالينيتي عاليه، والاثنين دول بيعلوا الايه؟ بيعلوا البريشر. خلاص. طب هو راح ريفر ففريش ووتر، فريش ووتر يبقى اذا ايه اللي حصل للبريشر؟ قل طبعا، قل جامد. فهو بيقول لي ايه بقى؟ فبيقول لي ان البريشر اون اتس بادي ات ذا سيم ديبس يحصل له ايه؟ بيقل طبعا طالما انت جاي من بحر الايه؟ الميه عذبه. بس دي كده فكره السؤال. اللي بعده بيقول لي الايفكت بتاع البريشر على البيولوجيكال ادابتيشن وفي الاكواتيك اورجانيزمز. جميل قوي. بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر اللي قدام حضرتك دوت if the total pressure at البوينت اكس. فين البوينت اكس اهو؟ وقال لي توتال. نقف بقى هنا عند توتال دي ما نبلعهاش، لان التوتال يا عزيزي معناها ان احنا حاسبين الاتموسفيريك بريشر وبريشر الميه الاثنين مع بعض. عند البوينت دي at الدبس اتش ان الاوشن ووتر از دبل ذا اتموسفيريك بريشر. يعني ايه دبل يا مستر؟ يعني حضرتك لما تجمع ده وتجمع دول كده ده دبل الاتموسفيريك بريشر يعني ب 2 اي تي ام. جميل جميل. سو ات ديبث 3 خد بالك هنا اتش فروم ذا سيرفيس اوف الاوشن الووتر ده توتال بريشر قد ايه؟ يعني بص بقى، هي مساله سهله قوي تقدر تجيبها بالعقل وتقدر تحسبها حسابيا يعني. تعال اقول لك الاول ازاي تفكر فيها في العقل، فيها بالعقل. بص، اولا مش ده بلس دول كده خلاص باتنين ايه؟ باتنين اتموسفيريك بريشر اهو عند النقطه دي، معناها ان الاتش الواحده باتموسفيريك بريشر. طب انا بقول لك بقى احنا هننزل تحت عند 3 اتش، ادي اتشايه وادي اتشايه. خلاص. فهنا بقى يبقى ايه؟ ما هو دي اتشايه ودي اتشايه ودي اتشايه، كل دول كده 3 واحد فوق، يبقى المجموع كام؟ هتقول المجموع 4. اذا يبقى 4 ايه؟ 4 بي ايه. بس هي دي الفكره كده. بس خد بالك ده احنا حليناها بالعقل. طب لو بقى هنحسبها بقى مستر ورقه وقلم هقول لك كده. هو قال لك ان التوتال بريشر، ادي التوتال بريشر بيساوي ايكوال ايه؟ الاتموسفيريك بريشر بلس، بص ركز ايه يا مستر؟ المفروض بريشر الليكويد. بس بريشر الليكويد هنشيله، وهو قال لي ايه بقى؟ قال لي اتش، يعني هو عبر عنه باتش. لو بصيت كده عبر عنه باتش ليه؟ هو قال لك معلومه ان عند الاكس كان البريشر الكلي 2 بي. فاهم؟ فهقول له كده بقى يبقى الاتموسفيريك بريشر بلس ايه يا مستر؟ بلس الاتش اهو، بلس الاتش. طيب يبقى احنا عرفنا ان التوتال بريشر اتموسفيريك بريشر بلس الاتش. طب ومن العلاقه دي بقى الاتش ايكوال بي اي. بس كده. يبقى اهو انت عندك البي اي اللي هو الضغط الجوي بلس الاتش، الاثنين دول ب 2 بي اي.
فلو عايز تعرف قيمه الاتش ودي دي بالاوبوزيت ساين، هيبقى 2 بي اي ماينس بي اي، فاهم؟ فيطلع ايه؟ بي ضغط جوي بس كده، يبقى الاتش بضغط جوي. فانا هنا اهو كده ضغط جوي. قال لي بقى لو احنا هننزل 3، فاقول له خد بالك، يبقى هنا 1 2 3 كده، 3 ضغط جوي، والضغط الجوي اللي فوق يبقى 4. يبقى اذا هم كام؟ 4 بي اي. الووتر بريشر increases by about نقط بير اتش 10 متر ديبس beneath الووتر سيرفيس، تحت سطح الميه. كل ما بننزل لتحت 10 متر بيزيد الضغط 1 اي تي ام. 1 اي تي ام 1 اي تي ام. if ان الدبس اوف الووتر in a lake is 40 متر، العمق 40 متر، then the pressure caused by the water at the bottom is about قد ايه؟ طيب مش هو مديني الدبس 40 متر؟ يبقى اهو ادي ده سطح، نزلت تحت 40 متر، البريشر هنا اهوت، بيقول لك الدبس 40 متر، بريشر كوزد باي الووتر ات البوتوم از اباوت. هو عايز يعرف هنا بقى قد ايه؟ هل 3 تايمز الاتموسفيريك بريشر؟ خد بالك ده هنا اتموسفيريك 2 3 4. ليه؟ ما احنا هنقول ال 40 دول اوفر 10 متر يطلع 4 اي تي ام، فبس اللي تحت دول 4 اي تي ام. صح ولا انا غلطان؟ هتقولي صح. فهو بيقول لي ايه 3 تايمز ولا 4 تايمز الاتموسفيريك بريشر ولا 5 تايمز الاتموسفيريك بريشر ولا 6؟ هي طبعا مش 6 ومش 3. هنا بقى 4 ولا 5؟ بص يا معلم، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو قال لي انا عايز التوتال بريشر؟ هو بيقول لي لو الدبس كان قد كده يبقى البريشر الكوزد باي الووتر. يعني ايه؟ بيسال على بريشر الميه فقط. يعني مش عايز يا مستر الاتموسفيريك بريشر؟ لا يا دكتور مش عايز الاتموسفيريك بريشر، بيسال على بريشر الميه. يبقى هم كام؟ 4، يبقى 4 مرات. انما لو قال لي توتال كنت هقول له ايه؟ كنت هقول له 5. خلاص، يعني 5 تايمز الاتموسفيريك بريشر. نمبر 13 بيقول لي the organisms that have less strong body، الكائنات بقى اللي جسمها ضعيف، compared للاذر اورجانيزمز are used to live فين؟ في السيرفيس ووتر طبعا، لان كل مكان في السيرفيس فالضغط الواقع عليه قليل، فبالتالي جسمه سبحان الله مش محتاج ان يكون قوي، جسمه بيبقى ضعيف وبنيته ضعيفه. خلاص، اللي هم البوني فيش طبعا. يلا 14 بيقول لي الاورجانيزمز that live at a great depths in the ocean are characterized by absence of air bladder such as ايه؟ هو عايز الكائنات اللي بتعيش في الجريت ديبس. في الجريت ديبس هم ما عندهمش فعلا اير بلادر. امال يا مستر بيكون عندهم ليكويد بلادر. ليه؟ لان الاير بلادر هتفرقع، مش هتستحمل، هتتضغط، يحصل لها كولابس كده. الليكويد ما بيتضغطش. السردين يا دكتور والتليبيا ما لهمش علاقه خالص بالقصه ديت. انما اللي بيعيش تحت هو مين؟ هو الري فيش او الشارك. خلاص كده، دول اللي ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش اير بلادر. فين يا مستر الكلام ده؟ ادي يا دكتور الديب سي اورجانيزمز اللي بتعيش في الجريت ديبس. طبعا قلنا على ايه؟ اعماق اكبر من 2000 متر. خلاص، ليهم كومباكت بادي زي ما اتفقنا ستراكشر، بالاضافه للبروتين كومبوننت والانترنال فلويد اللي عشان يويز ستاند الهاي بريشر، وميكنج ذير بادي كومبوزيشن ماله؟ يبقى سوتس كده مع الجريت بريشر اللي هو واقع عليه. بعد كده قام مدينا مثال بقى، وقام مكلمني على مين؟ على الري فيش. خلاص، ان هم ما عندهمش جاز بلادر تو انشور البادي ايه؟ عشان تو انشور they don't collapse، ما يحصلهمش كولابس اندر الهاي بريشر. وهم بيعتمدوا على اللارج ليفر اللي هي ايه بقى؟ غنيه بالاويلز اللي بتزود الفلوتنج وبتكنترول الدبس زي الايه؟ الري فيش. جميل قوي. طيب وات از ذا مين فانكشن؟ ايه هي الفانكشن الرئيسيه لمين؟ للسويم بلادر ان الفيش ذات ليف ات انترميديت ديبث. الاسماك يا اولاد اللي بتعيش في الانترميديت ديبس عندها طبعا اير بلادر، ودي عشان تقدر تكنترول ذير بوينسي يا مستر. هات مينتيننج التمبريتشر ملهاش علاقه خالص، ده اسمه كيس العوم او كيس الطفو. خلاص. هيلب ان الدايجيشن ما برده ملهاش علاقه بالهضم خالص. كنترول البوينسي دي جميله طبعا، مظبوطه زي الفل. ستورج الاكسجين فور بريثنج، لا طبعا ما حدش بيخزن اكسجين. اللي بعده الاوبوزيت فيجر بيوضح التليبيا فيش، سمكه بلطي during swimming from البوينت اكس للبوينت واي. طبعا هي كده نازله، فبيحصل ايه للبريشر؟ بيعلى. فهو بيقول البريشر اكزerted اون ايه؟ هقول له بيزيد مش بيقل طبعا عشان هي نازله. طب ايه البلادر فوليوم؟ عايز يعرف الفوليوم بتاع الاير بلادر. اقول له واحده واحده. لو كان الفوليوم كبير يعني هي منفوخه، فايه اللي هيحصل؟ هتقول لي هتفلوت. طب لو الفوليوم قل تقدر تنزل، لان هو كيس العوم كده. بص كيس العوم اهو، كيس العوم حلو، وهو كده هو كده فاضي تقدر تسنك. طب وهو كده اتنفخ بقى فيه هواء تقدر تفلوت بسهوله. فهمتني؟ فهو بيقول الاير بلادر فوليوم، هل بقى يبقى صغير كده؟ لو صغير كده هيسنك،
يديكريزز. انما لو كبير كده ايه تطلع تفلوت. فانا اقول له الاير بلادر ماله هيديكريزز. ينكريزز لا طبعا. يبقى هي دي كده الرايت ايه رايت تشويس. طيب ما هنشوف اللي بعده. بيقول لي which of the following fish used to live in the deep depths في ال deep depths and depend on their large liver that is rich in oils to air high pressure. لسه قايلين يا دكتور، لسه مجاوبينها من شويه. قلت لك هي مين طبعا؟ هي الري فيش او الشارك، الاثنين يمشي عليهم نفس الكلام. خلاص. طيب which of the following fish are characterized by having bony skeleton that represent the main support of the fish body؟ اللي عندهم بوني سكيلتون بقى. وبيقول لي الري اقول له والشارك لا، الاثنين دول كارتليجينس. الاثنين دول كارتليجينس طبعا. طب الري فيش والتليبيا، هي التليبيا صح الري غلط. طب التليبيا والمولت البولتي والبوري هم دول فعلا عندهم دول بوني فيش اصلا. المولت البوري والشارك قلنا ما ينفعش يبقى فيه شارك لان ده كارتليجينس والاثنين دول كارتليجينس. طيب اللي بعده بيقول لك ايه which of the following is correct about الري فيش؟ مين في دول صح على الري فيش؟ مالها يا مستر؟ بيقول لي its body contain bony skeleton. ما ينفعش، قلنا كارتليجينس لان هي بتعيش في الجريت ديبس الاعماق السحيقه تحت. قال لي its body contain air bladder. ما ينفعش برضو يبقى حد بيعيش تحت وعنده air bladder، امال هي liquid bladder. خلاص. طب its body contains light and flexible cartilaginous skeleton. light خفيف يعني وفليكسبل cartilaginous skeleton. هي cartilaginous صح وسكيلتون مظبوط وفليكسبل زي الفل ونعتبرها لايت مفيش مشاكل. بس نشوف الاخيره. قال لي it mostly exists in the surface layer ocean. اقول له غلط، هي بتعيش في الجريد ايه؟ في الجريد ديبس. يبقى اذا هي دي الجمله الايه؟ الجمله المظبوطه. عظيم الكلام، عظيم الكلام، جميل قوي. طبعا دي بقى الاسئله يا اولاد بقى بتاعت ساينتفك تيرم وجيف ريزون، دي حاجات بقى المفروض هي متجابه كده كده عندك متجاوبه. فانت بقى بتبتدي تقرا السؤال وتبتدي تشوف الاجابه بتاعته لو انت مش عارفها، فهي كده كده متجاوبه لك يعني، مش هتحتاج ان انت تبذل فيها ايفورت او مجهود. هتلاقي ان شاء الله امورك فيها طيبه جدا. خلاص. خليني مثلا ممكن احل معاك الكام سؤال الاخرانيين دول. فبيقول لك ايه what is the advantage of the presence of the cartilaginous skeleton in a shark that live in a deep depths؟ ما هو قال لك عشان هو بيعيش في الايه في الديب ديبس. طب عشان حاجه بتعيش تحت فلازم الكارتليجينس بتاعه يكون ماله يا مستر؟ يكون او الكارتليجينس سكيلتون ده يعني هو السكيلتون بيكون كارتليجينس عشان هو بيكون مور فليكسبل وعنده الاستيستي وبيكون لايتر خفيف، فبالتالي يقدر يويز ستاند مع الهاي بريشر. فلازم يبقى جسمه كده. وضحت؟ فانت خد بالك بقى، اولا هو لايتر خفيف في الويت لو انا قارنته بالبونز، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيكون فليكسبل و يعني عنده هاي الاستيستي كده، هو فليكسبل. طب ده الايه يا مستر؟ ده عشان يساعده طبعا في الايه يا دكتور ان هو يويذ ستاند مع الايه مع الهاي بريشر او يديل مع الهاي بريشر. فده كده السؤال الايه الثاني. طب هاو دو الديب سي فيش ادابت تو الهاي بريشر with respect to structure of their cellular membrane؟ يعني ازاي الديب سي فيش بتقدر تتكيف مع الهاي بريشر بالنسبه للسيلولار ايه ممبرين؟ ما هو قال لك عليه، مش احنا قلنا يا جماعه ان بيبقى فيه في السيلولار ممبرين unsaturated fatty acids، فيها unsaturated fatty acids صح؟ وانا شرحت لك فهمتك ايه الفرق ما بين الانساتوريتد والساتوريتد. unsaturated بتكون ايه؟ اويلي. يعني ايه اويلي؟ يعني ليكويد. فالليكويد بيويز ستاند الهاي بريشر. انما لو كانت ساتيوريتد هتبقى سوليد، والسوليد لا ممكن يتكسر غلط، ما ينفعش. فهو سبحان الله ربنا خلق لهم في السيلولار ممبرين بتاعهم unsaturated fatty ايه fatty acids. طب ليه بقى ده ايه بيمنتين؟ ده بقى بيعمل ايه يا مستر؟ دي الوظيفه بتاعته ان هو بيمنتين ايه يا دكتور؟ الفلويديتي والاستابيليتي. وطبعا هتلاقيها مكتوبه نصا في الكتاب، يعني موجوده بالنص في الكتاب الصراحه. طب الاخير بيقول لك الفيش تانك هوز بيز اريا قد كده، مديك البيز اريا السيرفيس اريا بتاعت ايه؟ حوض سمك. containing water اوف ويت قد كده نيوتن، ادانا الاف وادانا السيرفيس اريا، اذا يقدر يسال على البريشر. فهو بيقول لي فعلا وات از ذا فاليو اوف الووتر بريشر اون البوتوم اوف ايه اوف ذا تانك. اقول له بص اللقطه كلها واللعبه ان انا مش بشتغل بسنتيمتر سكوير، امال انا بشتغل بمتر سكوير. فالتركه كلها في السؤال سنتيمتر سكوير ازاي تحوله للمتر سكوير.
من السنتيمتر صغير للمتر كبير، فانت بتضرب في 10 باور نيجاتيف كام؟ ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. بس خد بالك ايه، ده لو كان سنتيمتر لمتر بس، يعني لو من سنتيمتر لمتر بس هتقول لي 10 باور نيجاتيف 2، بس ده سكوير وده سكوير، فهي جت على ده، يعني جت على تحت، فده كمان سكوير عادي. فهتلاقي نفسك ان انت بس بتعمل تحويله، فاقول له كده اهو، ادي التراينجل الجميل البريشر ايكوال اف اوفر الايه. انت عايز ايه يا نجم؟ عايز بريشر، فانا اقول لك الاف بكام؟ 1280 اوفر كام بقى؟ الرقم ده 640 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 4. كده امورك خلصانه زي الفل، خلصت كده. تقدر تحسبها بقى وتطلع لك الميجرنج يونت. طبعا احنا كده يا اولاد طالما نيوتن، هنا نيوتن وهنا متر سكوير، فتقول له نيوتن بالمتر ايه سكوير، او حتى تقول له باسكال. الاثنين هيكونوا صح لان الاثنين زي بعض بالظبط. اعتقد بقيه المسائل يعني الدنيا فيها لذيذه وحلوه، يعني حتى لو بصينا على السؤال السابع ده كمساله، يعني الاوبوزيت فيجر بيوضح السلايد سيرفيس اريا قد كده، نفس اللقطه احنا بنشتغل بمتر سكوير، فتاخد بالك من الحته ديت لان حته في غايه الاهميه. located inside a liquid and being subjected to a pressure اوف قد كده، فهو اداك البريشر. calculated total force acting، فهو اهو عايز الفورس اكتنج. حتى المسائل يعني السنه اللي فاتت المسائل الصراحه كانت اتقل من كده بكتير قوي، الافكار كانت كتير قوي عن كده. فالحمد لله كله خير، ادي البريشر ايكوال اف اوفر ايه، اف اوفر ايه. هو عايز الفورس اكتنج دي، فانا اقول له البي في الايه، فانا هضرب الرقم ده في الرقم ده، بس كل الحاجه ان ال 20 هضربها ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 4 عشان احول من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير، واحنا فهمنا اللعبه بقى. بس كده خلاص، وتضربها كلها. وطالما هو عايز الفورس اكتنج يبقى انت هتقول له ميجرنج يونت ايه، نيوتن، تضرب الارقام دي في بعض هتلاقي امورك زي الفل. فبقيه الحاجات التانيه يعني اعتقد كلها موجوده نصا، مش محتاجين ان احنا ايه يا جماعه نتكلم فيها ولا حتى نضيع وقت فيها. خلاص يا دكاتره، ربنا يوفقكم يا رب، موفقين دايما، اشوفكم على خير. السلام عليكم.